إذن بفوزه على نابولي في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا وبعودة جناحه الوالزي غاريث بيل من إصابة غيبته لفترة طويلة. يستضيف المتصدر ريال مدريد فريق إسبانيول ضمن منافسات الدوري الإسباني. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا جمال جبلي. منذ خسارته في الكأس يسير الريال على مياه هادئة، كيف لا وهو يجمع النقاط بالثلاث، ورغم تأجيل مباراتين له إلا أنه بقي متشبثا بالصدارة. الريال الذي كاد أن تكتمل صفوفه اليوم عاد ليعلن غيابا مقابل عودة. إنها مجرد كدمة. راموس ليس مصابا، وأنا على يقين من أنه سيكون معنا في التدريب يوم الاثنين. غدا سيعود غاريث إلى القائمة، ونحن ننوي إشراكه في جزء من المباراة. عودة الإطارات من الإصابة كانت ستؤرق أي مدرب عدا زيدان، الذي بشخصيته وأسلوبه في التعامل مع لاعبيه يعرف في كل مرة كيف يرضي الجميع. أحيانا عندما نلعب كل 3 أيام نحتاج إلى المداورة، وعلينا أن نمنح بعض اللاعبين شيئا من الوقت ليلعبوا، وكذلك لأننا نحتاج إلى شيء من اللياقة. وفي سياق مماثل واجه زيدان حملة من الانتقادات غير مسبوقة عن تفضيله المفترض لمواطنه كريم بنزيما على حساب موراتا رغم عقم الأول عن التهديف، لكن إصراره والأداء الجيد لكريم في المباراة الأخيرة بدور الأبطال فتح الباب لزيزو لمنح الفرصة كاملة لموراتا كما يشاء هو دون الخضوع لضغوط. سيلعب موراتا أساسيا. كريستيانو أيضا كان منتقدا بأدائه عندما تغيب أهدافه، لكنه ورغم غيابه عن التهديف في المباراة الأخيرة إلا أنه كان النجم والقدوة أمام نابولي. كعادته كان جيدا، خصوصا في تفاهمه مع كريم وخامس ومع بقية الفريق. عاد الريال مجددا ليبلغ سرعة الذروة بعودة النتائج في دوري الأبطال وفي الليغا. مباراة إسبانيول ستؤكد ذلك في حال الفوز ليستمر الريال من يدري على طريق رقم قياسي جديد. جمال جبالي بإن سبورتس بمركز تدريب ريال مدريد في فالديبيماس.